اتفق معاك تماما ان الجمهور السعودي يعني صعب من باب انه ما يعجبه اي شيء، ويا اما انه يحبك يا اما على الطرف المقابل اصلا ما يراك شيء. يعني المحبة من الله. انا ما سعيت اني اسوي شيء، انا قاعد اقوم بواجبي في البرنامج بشكل مهني، ادعي انه هو بشكل مهني. الحمد لله رب العالمين، فضل من رب العالمين ان قدرت اوصل للجمهور العربي بشكل عام والجمهور الخليجي بشكل خاص. وإذا سؤالك تحديدا على الجمهور السعودي، توفيق من رب العالمين، دعوة الوالدين، ما أدري، ما عندي جواب. شرف وأعتز جدا بجمهوري كله. وإذا أتكلم مرة ثانية تحديدا عن جمهور السعودي، أنا الحمد لله رب العالمين خلال زياراتي إلى، إذا بتكلم تحديدا عن دول الخليج، ما أبالغ إذا قلت لك حجم الاحتفاء والكلام والثناء للبرنامج كبير جدا جدا جدا. الحمد لله دائما يغمروني بكرمهم وكلامهم الطيب، وهذا كله دليل على حسن ظنهم، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن. والجمهور السعودي جمهور كبير جدا وعزيز على القلب. فلما ما أدري شنو اللي، الحمد لله رب العالمين اللي زرع المحبة في قلوبهم، شرف أعتز فيه وعلى راسي. بس هي توفيق من رب العالمين، أنا أحصرها في هالشغلتين: توفيق من رب العالمين ودعوة الوالدين. أسأل الله يحفظهم لك يا رب.